يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هكون معاكم في فيديو جديد ووصفة جديدة معانا. هنعمل مع بعض احلى واطعم صينية نجرسكو بالفراخ. طعم ولا اروع. صينية جوسي، مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي. يلا بينا نقطعها مع بعض ونشوف الطعم. عايزه اقول لكم بجد كانت احلى صينيه مكرونه نجرسكو عملتها في حياتي. شايفين الجمال؟ بجد مفيش احلى من كده. انا طلعتها من الفرن، قطعتها على طول. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير مع بعض. معايا كيسين مكرونه قلم، معايا كمان صدور فراخ مخليه. هبتدي اقطعها معاكم قطع صغيره خالص كاني بعمل شاورما، شرايح رفيعه وطويله زي ما بتقطعيها كده للشاورما، زي ما انتوا شايفين كده. هقطعها كلها بنفس الطريقه دي كده، بحيث ان هي تستوي بسرعه وما تاخدش سوا كتير. هبتدي بقى ان انا اقطع الكميه كلها. قطعتها زي ما انتوا شايفين. هبتدي برضو اقطع الخضار. معايا بصل وطماطم وفلفل. انا مش هحط طماطم كتير، هما 3 طماطمات صغننين خالص. قطعت البصل جوليان اللي هو شرايح رفيعه خالص. قطعت الفلفل نفس الكلام. قطعت الطماطم برضو جوليان. هحط بقى صينيه على النار وهسيبها تسخن، واحط فيها شويه زيت. اسيب الزيت برضو يسخن، وبعد كده هنزل بالفراخ اول حاجه، ومش هقلبها خالص لحد ما لونها يبتدي يتغير. زي ما انتوا شايفين نزلت بالفراخ وفردتها في قلب الصينيه، ومش هقلبها خالص ولا احركها لحد ما لونها يبتدي يتحول للون الابيض. هنزل عليها برشه فلفل اسود ورشه ملح، ولما تبتدي تغير لونها واحس ان هي حجمها ابتدى يقل هقلبها. بصوا زي ما انتوا شايفين هنا لونها بدأ يتغير ويبقى لون ابيض. فخلاص انا هقلبها وهسيبها تنزل ميتها وتشربها، وبعد كده هنزل عليها بالبصل. هبتدي بقى انزل بالبصل واقلبه كويس جدا معاها، ولما يتشوحوا مع بعض ابتدي انزل بالفلفل وبرده نفس الكلام اقلبه كويس جدا. وبعدين لما يتشوحوا هنزل عليهم بالتوابل وبعد كده الطماطم. التوابل بتاعتي هتبقى بابريكا مدخنه، رشه قرفه، 7 بهارات، وكمان هنزل بالطماطم بتاعتي واقلبها كويس جدا تقليبه كويسه. وهبتدي بقى ان انا اوطي النار واغطي عليها. هنعمل بقى البشاميل. حطيت حله على النار، سبتها تسخن، وبعد كده هنزل بالزيت. هنحط كميه الماده الدهنيه نفس كميه الدقيق. انا نزلت ب8 معالق زيت و8 معالق دقيق. هبتدي بقى اقلبه كويس جدا بحيث ان الدقيق يتشوح، ولما ابتدي اشم ريحته كده ان هو اتحمص ابتدي بقى انزل باللبن بتاعي. انا هنزل بكيلو لبن وكوبايتين شوربه. فهبتدي اقلب فيه كتير لحد ما ريحته تتحمص زي ما قلت لكم، وبعد كده هنزل باللبن بتاعي وهقلبه جامد عشان ما يكتلش مني. هفضل اقلب فيه بسرعه بسرعه بسرعه، ايد بتنزل وايد بتقلب عشان ما يكتلش مني ويعمل كتل. بصي هو لو كتل منك ممكن تعمليه بالهاند بلندر او تحطيه في الخلاط، بس انا بصراحه عمره ما كتل مني الحمد لله يعني. دي بقى الشوربه اللي قلت لكم عليها، صفيتها عشان كان فيها بصل وطماطم. هبتدي بقى اقلب فيه جامد لحد ما يبقى قوامه كريمي، واحط له برده التوابل بتاعته. بص هو انا كنت بحط على البشاميل فلفل اسود وملح بس، مؤخرا بقيت بحط فلفل اسود وملح وبابريكا ورشه 7 بهارات. بيديله تيست كده قوي، بيخليه طعمه حلو قوي. ممكن بقى هقولك على تركايه، لو عندك جبنه بريزدون مثلثات تحطي مثلث جبنه على البشاميل اللي بيخليه كريمي فظيع. بس انا بصراحه وقتها ما كانش عندي. بصوا بدأ يبقى كريمي ازاي. هفضل بقى اقلب فيه لحد ما اتاكد ان هو خلاص قوامه بقى كويس.
وبعدين هخليه اوطي عليه النار واسيبه ايه يعمل البكبكه دي كده شويه، بحيث ان انا اتاكد ان كده خلاص الدقيق استوى. وهطفي بقى عليه النار واسيبه يبرد شويه. ابتدي بقى احط حله فيها ميه تغلي عشان المكرونه. وهنا خلاص الشاورما كانت دخلت في السوا، فقلبتها نقلتها على العين الصغيره. والميه بتاعت المكرونه كانت غليت، حطيت لها ملح بس. طبعا احنا عارفين ان احنا ما بنحطش زيت في ميه السلق بتاعت المكرونه اللي هنعملها في البشاميل او في النجريسكو. ف جبت بقى الصينيه بتاعتي، ابتدي بقى احط فيها بشاميل من تحت. بصوا انا هنا اصلا كنت بصور ومعرفش ان التليفون كان فصل ومستمريه عادي وما كنتش اعرف. فانا حطيت ربع كميه البشاميل على المكرونه وهي مسلوقه، وقلبتها كويس جدا بحيث ان انا اغلف كل المكرونه بالبشاميل. وحطيت طبقه بشاميل تحت وبعدين طبقه مكرونه، وبعدين حطيت الشاورما فراخ، وبعدين حطيت طبقه بشاميل، وحطيت اخر طبقه مكرونه، وبعد كده هنزل بباقي البشاميل. بس كده، انا ما كنتش عارف ان الموبايل فصل وانا بصور. فهنزل بقى خلاص باخر كميه بشاميل على الوش. طبعا انا مولعه الفرن من بدري يسخن. حطيتها في الفرن على الرف اللي فوق. بالظبط خدت تلت ساعه، ما خدتش اكتر من كده. وفي الاخر ولعت عليها الشوايه واحمرت وطلعتها. بس كده. شايفين البشاميل كريمي ازاي؟ بجد طعمه كان تحفه. اسوي بقى الاطراف بتاعتها وادخلها الفرن. دي بقى بعد ما طلعت من الفرن، شايفين الجمال والحلاوه؟ لسه طالعه حالا. شايفين بتبقبق ازاي؟ ما كانتش لسه بردت. انا نفسي بجد في مره اعمل المكرونه واسيبها تبرد، بحيث ان انا اطلعها قطعه لما اجي اقطعها اطلعها قطعه. بس لا، احنا بناكلها بعد ما تطلع من الفرن على طول، بنحبها وهي سخنه فما بتكونش مسكت. فشايفين هي اصلا ما مسكتش في بعضها، انها لسه بتطلع دخان. انا طلعتها من الفرن وقطعتها على طول. هبتدي بقى اشيل قطعه معاكم في الطبق. طبعا مش ماسكه نفسها خالص لانها ما بردتش. المكرونه البشاميل اللي عايزاها تبرد، عايزاها تمسك نفسها، سيبيها تبرد. عايزاكم بقى تشوفوا معايا الجمال والحلاوه. شايفين الجوسي واللوسي؟ احلى صينيه نجرسكو بجد.